السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعين والمتتبعات قناة مطبخ إدميري. كنتمنى تكونوا في أحسن حال وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم فلان بحجم عائلي اللي كيجي رائع بدون بيض ولا كريمة. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بعد المقدمة. نبداو على بركة الله. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، وعندي كاس مع مرش ديال سكر سنيدة، وعندي جوج شاسيات ديال الفلون بنكهة الفاني، وعندي هنايا 3 المعالق كبار ديال سكر سنيدة. وهنايا فوق البوطة غادي نضيف سكر سنيدة وغادي نخليها حتى تذوب ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما ذوبت سنيدة كما كتلاحظوا حتى كتولي بحال هاد الشكل هكا، غادي نكبو هنايا في هاد المول هذا. بسم الله. ليه هنايا على جنب حتى يبرد. غادي ندوز ناخذ هاد نص لتر ديال الحليب، وغادي نضيف ليه هاد جوج شاسيات ديال الفلون ديال فاني، وغادي نضيف سكر سنيدة على حسب الذوق. انا ضفت هنايا 3 المعالق كبار، وغادي نحركو مزيان هكا ما حدو بارد. وغادي ندوز نديرو فوق البوطه. وهنايا من بعد ما درتو فوق البوطه غادي نخليه حتى يغلي ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما غلى ليا الفلون غادي نكبو هنايا بسم الله بحال هاد الشكل هكا، وغادي نخليه يبرد بدرجة حرارة المطبخ ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما برد غادي ندخلو للثلاجة باش يبرد مزيان ونتلاقاو معكم في الشكل النهائي ديالو. متتبعي قناة مطبخ إدميري، هذا هو الشكل النهائي ديال الفلون، كيجي رائع ولذيذ بزاف كما لاحظتوا. انا راه درت غير النص د المقادير، نتوما الا بغيتو تدبلوا المقادير تيبقى لكم الاختيار. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش بالاشتراك والضغط على الجرس باش يبقى يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، مع وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.